هو أنا ينفع أعيش مع جوزي وأنا ما باحبوش؟ أنا وجوزي متجوزين بقى لنا 5 سنين، وكنا بنموت في بعض بمعنى الكلمة. المشكلة بقى إن أنا اكتشفت بعد اكتشفت دي بقى بالاقي مصايب، وما أدراك من اكتشفت دي، إن هو بيخونّي، إن هو خَنّي كذا مرّة، ومش مرّة ولا 2 لأ، أنواع الخيانة بقى كتير، منهم وهو بيتكلم في كلام في التليفون، ومنهم وهو بيتكلم على الواتس، وأنا كنت باراقب تليفونه بصراحة ما اكذبش عليكِ، يعني أنتِ اللي بتجيبي وجع الدماغ لنفسِك من الآخر يعني. هو بيتكلم معاهم كلام وِحِش أوي، وحالته المادية كويسة جدًا بصراحة، ومش مخلّيني محتاجة حاجة، وأنا بصراحة زهقت منه وعايزة أتطلّق. هو بيصرف عليّا كويس أوي وكريم أوي وأهلي بيحبوه وهو بيحب أهلي أوي، وكمان هُم ما يعرفوش عنّه حاجة للأسف. لأ، دي حاجة حلوة إن هُم ما يعرفوش عنّه حاجة، حاجة كويسة. وبيحترمني جدًا قدّام الناس، وكمان بيني وبينه، الاحترام بيننا موجود. إحنا قدّام الناس زوجين ما فيش منهم، بس بجد أنا قرفت منه ومن العيشة معاه ومش عايزة أبُص في وِش أمه. أمه! المهم أنا قُلت له قبل كده إن أنا سامحتك، بس كل ما بافكّر في الموضوع بييجي في دماغي، باحس إن أنا قرفت منّه أوي ومش عايزة أكمّل معاه حياتي، بجد زهقانة أوي، وكمان عندي ابني، فأنا مش عارفة أعمل إيه وأنا عايزة أتطلّق، وخصوصًا إنّي أنا لسه صغيّرة، هي قايلة سِنّها بس قايلة لي ما أقولش، هي لسه صغيّرة وإن هو بيصرف بتقول لي هو كزوج بيصرف كويس ومش بيزعّق ولا عمره شتمني ولا عمره هَنّي، ده غير إن هو مهتم بيّا وبيبقى مهتم بتفاصيلي وبتفاصيل حياتي وبيجيب لي هدايا. قلب الراجل قلب الراجل بيحب 100 واحدة عادي ولا يفرق بُصّي عادي، ممكن يحب 600 واحدة. المهم ما أعرفش ده انفصام في الشخصية والّا إيه، مش أنا لسه باقول لِك، بس هو شكله عنده مرض تقريبًا إن هو يكلّم ستات. بس أنا مش عارفة ده سبب كافي إن أنا أتطلّق علشانه والّا أكمّل معاه عشان خاطر ابننا، مش عارفة أعمل إيه، ويعِز عليّا طبعًا أقول لأهلي، لإن أهلي واخدين عنّه فكرة كويسة، وخصوصًا إن هو مش حارمني من أي حاجة. طيب ما أنا هاقول لِك حَل بسيط صغنطوط قد كده، شوفي نوع الرسايل اللي هو بيتكلّمها مع الناس اللي برّه واتكلّمي معاهم، بس كده، سهلة خالص وبسيطة، جوزِك حلالِك بلالِك، عادي. نوع الرسايل اتكلّميها. إزيك عامل إيه، وحشتني مش وحشتني مش عارف إيه الحكاية والرواية اتكلمي معاه نفس النوعية، وخاصةً إنِّك عرّفتيه إنِّك عرفتِ، فدي برضه مشكلة إنِّك عرّفتيه، لو ما كنتيش عرّفتيه كانت الخطة تبقى حاجة تانية خالص، إنما حتّة إنِّك تعرّفيه إن أنت خاين وتقعدي معاه وتكمّلي معاه يبقى تستحملي بقى اللي أنا هاقوله لِك. أول حاجة هَدّ البيت مش بالسهل، تاني حاجة أنتم عندكم طفل، تالت حاجة كلّميه زي ما هو عايز، كلّميه زي ما هو عايز، زي ما هو بيروح يكلّم ستات علشان يتكلّم معاهم في الكلام ده، فأنتِ برضه كلّمي معاه في نفس الكلام اللي هو بيتكلّمه مع الستات اللي برّه، على الأقل اللي برّه دول مش حلاله ومش مراتاته أساسًا، بس هو حابب إن هو يتكلّم معاهم يقول لهم كده. فبدل ما أنتِ تخلّيه يتكلّم مع الناس الغريبة في حاجات زي كده، لأ اتكلّم معايا أنا، كلّمني أنا كده، ما تعملّوش بقى أنا الست الفاضلة المنضّرة، أنا قاعدة لك أهو بالعصاية، لأ، اتكلّمي معاه زي ما هو بيتكلّم مع الناس اللي برّه، وما يبقاش في فرق بينِك وبينهم خالص، لإن هو بيحب النوعية دي، وما دام هو بيحب النوعية دي، يبقى خلّيكِ ماشية معاه في النوعية دي، هتخلّيه بُصّي ما يبقاش له حِجة، بس وربنا يصلح لِك الحال يا رب. وما تنسيش بقى تطمنيني وتقولي لي عملتِ إيه، والخطة جابت نتيجة والّا ما جابتش.